يا مساء الفل عليكم، مساء الحلويات، مساء الجمال. نبدأ الفيديو مع بعض ببركة رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفتوا طبعا ايه في بداية الفيديو كده الصور ديت، يعني عرفتوا احنا هنعمل ايه مع بعض. كريب حلو كده وسهل وبسيط. نبدأ كده بسم الله. الحشوة معايا صدق. الحشوة دي براحتك بقى بدعي فيها، بس انا معايا صدق، بصل شرايح كده وشوية 2 فلفل كده قطعتهم كده قطع. جبت طاسة بس هنا كانت صغيرة، قلت هتبقى صغيرة على كمية، غيرتها بالصينية دي كده. جبت فيها معلقة زبدة، شوحت البصلاية في معلقة الزبدة، نزلت بالصدق على البصلاية كده واديتهم تشويحة مع بعض. مش هحط الفلفل غير لما هطفي عشان ما يتبلش. نيجي هنا بقى لعجينة الكريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كوبايتين لبن، كوبايتين دقيق. عايزه اللبن دوت كوبايه كوبايه ميه وكوبايه لبن براحتك، اللبن اللي هو الحليب. تمام. 6 معالق زيت، كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، بيضتين مع رشه فلفل اسمر. هنا هنجيب رشه ملح. دي رشه الملح اهيت، نص معلقه صغيره كده. معلقه كبيره سكر، في معلقه كبيره خل. كله في الخلاط، هنضرب كله في الخلاط مع بعضه. مفيش اسهل من كده. هنجيبه البولة دي كده، وهنجيب مصفى اللي هي تكون ضيقة بس يعني ما تكونش الخرام بتاعتها واسعة، ضيقة كده عشان نصفي الخليط بتاعنا ما يكونش فيه اي تكتلات. زي ما انتم شايفين القوام بتاعه نازل اهوت، يعني زي قوام الكيك كده بشوية. تمام. هنصفي كده بس في المصفى. جبت هنا، حطيت هنا المصفى وحطيت فيها السكينه من الناحيه التانية دي، بس عشان ايه تثبت معايا المصفى، ما بقاش عارفه ايه امسكها بايديا، ببقى ملكاها يعني عشان اعرف اصفي الخليط من الخلاط. تمام. طبعا الحشوات هنا بقى في الكريب بقى ايه براحتك، يعني بدعي بقى تجيبي ستريبس، تجيبي بسطرمه، تجيبي حشوات جبن، بس تجيبي لحمه مفرومه، تجيبي بانيه. انتي وراحتك بقى، انتي وامكانياتك كده يعني، زي ما ولادك بيحبوا. عايزه تعمليه حلو، تشيلي الفلفل الاسمر وتحطي رشه فانيليا. هنا جبت الطاسه، مسحتها مسحه زيت، على نار وسط. بنزل بالخليط كده زي ما انتوا شفتوا، وزعه كده وعلى نار وسط كده. جبت هنا الطاسه، ما لقيتش يعني، لقيت الحجم مش هيبقى اللي هو يعني صغيره. بصوا، كل ما بتصفر كده اعرف ان هي خلاص استوت واقدر ان انا اقلبها. بصوا هي ما بقتش بيضه اهيت، اصفرت كلها اهي، يعني اغمقت شويه. اعرف ان هي كده ان انا اقدر احركها واقدر اقلبها. انا مسحه مسحه زيت خفيف خالص بمنديل هاندي، مش بفرشه كمان، لا بمنديل. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت هنا الصينيه طبعا برضو مسحتها بمسحه زيت خفيفه كده بالمنديل برضو، وهحط فيها الخليط كده برضو واضيره كده، امرجح وادوخه في قلب الصينيه كده، واحطه على نار وسط. تمام. معايا هناك صينيه كده حاطه عليها قماشه او فوطه نظيفه، علشان اللي هيطلع كده معايا اغطيه عشان ما ينشفش معايا. كان طري جدا، انا نسيت اوريكم مثلا طراوته، بس هتشوفوه معايا يعني بكل سهوله وانا بحشيه كده. هيبقى طري جدا. وبصوا العجينه اصفرت اهي، بانت في الصينيه بعد ما استوت. ابدا اقلبها على الوش التاني. تمام. ممكن تيجي في الخليط ذات نفسه بقى اللي هو الكريب، تستغني عن اللبن عادي، ممكن تعمليه بميه، ممكن تشيلي البيض خالص، مش هيأثر على الوصفه جدا. موز زي العسل، حد عايز موز زي العسل؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ كده نعمل كل الكمية مع بعض، هي مش كمية كتير يعني، فطبعا هي الوصفة الأساسية أصلا بالزبدة، مش بالزيت. فعايزة تحطي زبدة براحتك، عايزة تشيلي البيض براحتك، عايزة تشيلي اللبن تعملي بمية ودقيق ورشة ملح ورشة سكر، هيديكي نفس يعني العجينة وكريب حلو، هيكون ناجح معاكي ان شاء الله. هنا هنيجي للحشوة بقى. جبت هنا معلقتين كاتشب، وهنحط عليهم معلقتين مايونيز. في بتتباع عبوات، بتتباع في السوبر ماركت، بتبقى اصلا هي مايونيز على كاتشب، بدل ما هتجيبي وتقلبي كده. هي في عبوات يعني جاهزه، مايونيز على كاتشب، بتكون نفس النتيجه كده بالظبط. بس ما كانتش عندي يعني، حطيت الاتنين على بعض وهيدوني نفس النتيجه. جبت بصوا الكريبايه اهيت معايا. طبعا لو عندك طاسه الكريب اللي هي المسطحه اللي من غير حروف ديت، طبعا كلكم عارفينها، هتكون تديكي بقى كريبايه حجمها حلو، وهتكون معاكي سهله خالص. تمام.
رشه حطيت معلقه من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض كده، واللي هو الكاتشب على مايونيز، وحطيت شويه جبنه موتزاريلا، وحطيت الصدوق، ورشه شطه حمرا اللي بحب الحاجات السبايسي شويه، الحراقه شويه. وهحط عليها بقى رشه جبنه كمان، ورشه معلقه كمان صوص. جبت هنا طاسه مسحتها مسحه زيت، هنزل بالكريبايه على الجنب اللي بيبقى مفتوح من تحت، التانية اللي هي مفتوحه ديت تاخد وش. هفضل اقلب فيها على جميع الاتجاهات كده زي ما انتم شايفين. بصوا تاخد معايا اللون الحلو ده والتحميصه الحلوه ديت، وتدينا سنه قرمشه حلوه كده بقى مع حاجه طريه مع حاجه. بصوا بقى كان كان حلو بصراحه يعني، كان حلو ما اكدبش عليكم، كان حلو وعجب ولادي، وكانوا بيبيعوه لبعض. ده يقول له اديني حته ب2 جنيه، وده يقول له حته ب3 جنيه كده، كانوا بيبيعوه وبيشتروا من بعض. بألف هنا ليهم يا رب. بصوا هنخلص كل الكميه كده مع بعض. عايزه تضعفي المقدار بقى براحتك، عايزه تعمليه حلو تحشيه نوتيلا وتحشيه فواكه، تحشيه مربى، تحشيه اي حشوات انتي براحتك بقى. بس في الحلو مش هنحط فلفل اسمر، هنحط فانيليا. عايزه تعملي الخليط الاتنين، يعني العجينه تكون تعملي حلو وحادق، ما تحطيش ولا فانيليا ولا تحطي فلفل اسمر. هتستكفي ومش هتحطي بيض عشان ما يديكيش طعم الزفاره طبعا، فاستغني عن البيض في الحاله ديت لو انت عايزه تعملي العجينه حلو وحادق. فولا هتحطي فانيليا ولا هتحطي فلفل اسمر، وما تحطيش بيض، وهيديكي نفس القوام. بس احنا بنقوله غذا لاولادنا وكده يعني. تمام. هنتني كده زي ما انتوا شايفين، ونجيب الجزء ده كده اهوت، بالحشوه بتبقى في النص عشان نقدر نتني التانية ديت، ما نجيبش الحشوه لتحت بس. بصوا زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا كلكم شطار وكلنا بنتعلم من بعض، احنا ما اتولدناش يعني عارفين الكريب اصلا يعني، وبنتعلم كل جديد بنحاول طبعا عشان ولادنا هم الجيل اللي جاي، فعارفين بقى الكريب والبرجر والستريبس والكلام دوت، فعايزين ياكلوا الاكلات ديت، فلازم نتعلم عشان نعمل لاولادنا عشان ما يبصوش لبره وكده، او يحسوا ان هم مثلا اقل من غيرهم. لازم ياكلوا الاكل اللي هم بيسمعوا عنه بيشوفوه كده يعني. لو مره كل شهر نعمل لهم اكله من اللي هي طالعه جديد، فهي الولاد طبعا عايشين على الجيل دوت، عايز الاندومي بقى والبرجر والكريب والبيتزا والكلام ده، واحنا برضو ما بننكرش ان احنا حبينا الحاجات ديت برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لو وصلتوا معايا لهنا متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وسبسكرايب للقناه. ماشي. اوعوا تنسوا تحطوا كومنت حلو منكم. كده خلصت الكميه، واللي اتاكل تقريبا كان 2 تقريبا يعني. بصوا ده الزيتون اللي مامتي كانت عاملاه في رمضان، انا اللي انا كنت عاملاه معاكم خلاص يعني. بصوا نقطه الجبنه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا اللون الحلو بتاعه بقى، تحميصه بتدي سنه قرمشه كده. ممكن لو عايزاه مقرمش اكتر يعني تحطي معلقتين نشا مع الخليط، تشيلي معلقتين دقيق تحطي معلقتين نشا يعني، فهيديكي سنه قرمشه اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا متنسوش بقى لايك، كومنت حلو منكم كده زيكم كده، كومنت حلو زيكم. بصوا خدت غميزه في الصوص كده، مايونيز على كاتشب بقى، وكلي بقى كان وهم بصراحه. بصوا بقى الجمال ده. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، خلي اخواتكم يخشوا في القناه، اصحابكم يخشوا في القناه. مع السلامه.